السلام عليكم شباب، وياكم أمين وسام من قناتي الموضوع الإنساني. اليوم حكينا بالموضوع بشكل مستفز وكلش كهاني، وهو يتعلق حول المجتمع العراقي واللي أصبح حاليا من مجتمع تخلفي إلى مجتمع متناقض، واللي دائما يدورون عليها هي الترندات والسوشيال ميديا بشكل خرعي. والأسوأ من ذلك إنه ما يساعدون فقراء ولا حتى أشخاص معين، بل يساعدون أشخاص مشهورين بلا أي معنى ولا أي شيء ثاني. فلذلك نبدأ على هذا الموضوع. من اول ما شفت الصورة على تيك توك من هذا الحكي الفقير انت راح تسهن عليه، وانا صراحة حسنت عليه على هذا الحكي الفقير لما شفته على تيك توك، لان اشوفه انسان طيب وفقير كلش ودائما يبيع الحلويات وبس. هذا اللي اقدر اقوله على هذا الحكي الفقير والمسكين، وللاسف المجتمع المتخلفة ما يساعدوه بهذا الفقير والطيب جدا، يعني بالاختصار ما يساعدوه، ولا حتى الاعلاميين يتكلموا على هذا الحكي الفقير والمسكين. فهذا شيء يخلي حكي هذا ما واخد حقه كلش نهائيا. فنونجي على هاي بنية اللي اسمها ماريا على ما اعتقد. المهم، فهاي بنية ما كان فقيرة ولا اي شيء، بل هي شغالة بالمحلها. والغريب الموضوع بسبب البكاهة هو ان محل عندها خربت، وبعدين او مع الوقت يساعدوها. ليش؟ لأن محلها خربت، يعني بالمختصر المجتمع يساعدوها. ليش؟ لأنها خربت المحل بسبب بسيط. لا، وفوق هذا العالمين يساعدوها، وايضا السياسيين يدعمون بهاي بنية مسكينة بسبب تخريبها بالمحل فقط لا غير. فأي سؤال لكم، هل تشوفون ان هاي بنية تستحق ان تدعمها؟ اي رأيكم تحت التعليقات. انا نفسي اعرف ان بنية خرب المحل والناس يساعدوها على حسب من وجهة نظري، بس مع الاعلام والسياسيين حسيت اوفر بالزيادة على اللزوم، فاكيد ما تستحق ان تدعمها بشكل هواي من ناحية الاعلام والسياسة. فللاسف المجتمع العراقي حاليا صاروا متناقضين ومنافقين ايضا، وكل هذا بسبب السوشيال ميديا، وكل همهم والاساسي وهو ترند بشكل خارج، يعني يدورون على ترند معين سواء بالكبير او الصغير. فاكبر ترند عندهم وهو مساعدة البنية المسكينة والمحلية خربانة. اريد افهم وين حق العدالة، وين حق القانون في العراق، وليش ما يساعدوا الفقراء؟ حتى المشكلة مو بس الفقراء، بل حتى الاشخاص معين عندهم مشاكل كلش هواي، سواء عندهم مرض، عندهم توحد، عندهم اعراض جسدية وغيرها من هاي الاشياء. بس المجتمع الحثالة ما يتكبرون بهذا الشيء، ولا حتى الاعلاميين والسياسيين ما يتكبروها، لان هم السبب بخراب بهدول المجتمع وجعلهم متخلفين وحثالة. واوسخ شيء بالنسبة لي هو ان يركزون في المنظر العام، يعني مثلا لو شخص وسيم راح يدعموه، ولكن لو شخص قبيح جدا ما راح يدعموه. حرفيا شيء مستفز ومكسس. وفوق هذا ما يخافون الله. يعني وين العدالة؟ وين القانون؟ وين مساعدة الناس الطيبة وتحديدا الفقراء؟ ماكو ولا شيء. اصبح حاليا بالعراق ما زالوا تحت الفساد وقادرين. انا اسف اقوله، بس هاي حقيقة. العراق حاليا ما زال تحت الفساد في الارض، فكل هذا بسبب السوشيال ميديا الخلا والاعلاميين والسياسيين. فهذا هو تخريب المجتمع العراقي بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل. وبس، هذا رأيي في الموضوع على هذا الشيء، وانتهيت بالمقطع، ومع السلامة.